الصورة دي هي اكتر حاجة لفتت انتباهي في كل الدوشة بتاعت قصة انتقال مرموش للسيتي. عارف مين اللي فرحان ومبسوط ورا قوي ده؟ اهو ده واحد جايب لمنتخبه كاس العالم 2014. ومن مين؟ من بق الاسد. اللعيبة كلها بتسقف له فرحانه له. 3 حاجات نتعلمها من رحلة مرموش للسيتي. 1. جاست كارف. من احد الحاجات اللي خلت مرموش ناجح فكرة ان هو مش مركز غير في حياته، مش مركز غير في تمرينه، وقاطع ودنه عن اي حاجة تأذيه او اي حاجة ملهاش لازمة. ده حصل مش مشكلة، ده ما حصلش ما عنديش مانع. حاول تتعلم من القصة دي انك تركز في حياتك وقاطع ودانك. الحاجة التانية وهي ما تستعجلش، كل تأخيرة وفيها خيرة. بيقال ان في واقعة حصلت مع شوقي غريب، وساعتها مرموش كان بيلعب في فولفسبورج، فكان عادي رحنا ندور على المحترفين، فقال لك احنا نجيب الراجل ده، ان الراجل ده شايف انه لعيب هيكلفه ومش هيفيده في حاجة، او هو مش احسن من اللي موجودين، فبالتالي فضل مكانه وما اتحرقش وما شاركش. اكيد ساعتها مرموش فكر في الموضوع بشكل سلبي، يعني وزعل. ببساطة شديدة كان ممكن مرموش يجي المنتخب الاولمبي ويحصل حاجة من حاجتين، يا اما يتحرق ونعرف ان هو فنكوش فعلا وساعتها كان مستواه مش احسن حاجة، نرمي الورقة دي خلاص. الحاجة التانية وهي ان مرموش ما يطلعش فنكوش ويطلع محترف على قد المسؤولية، فياخد بروباجندا كبيرة وضجة كبيرة زي ما احنا متعودين من الاعلام المصري، فاللعيب بيتغر وفي الاخر هنلاقي ان هو برده ما وصلش مانشستر سيتي، لانه بالتالي هيروح بره اوروبا يلعب الموسم ويرجع تاني على الدوري المصري في اهلي او زمالك. تالت حاجة، حاول تنجح. النجاح طعمه حلو. انا واحد من الناس اللي حاسس ان انا فرحان له لدرجه ان هو ممكن يكون اخويا. انا فرحان له بجد. عارف انت احساس اللي هو ده مصري زيه زيك، نفس امكانياتك، نفس جنسيتك، نفس كل حاجه، تقدر فاهم حاجه. النجاح طعمه حلو، والنجاح مهم لان هو بيسكت الناس اللي بتشمت فيه، وبيكتم اي حد بيستقل بيه، وبيخلي الناس كلها تشاور عليك وتقول ايه ده، اصل ده صاحبي، ايه ده انا عارفه، ايه ده طلع قريبي. ساعات يونس ضربت طياره المانيا مخصوص علشان تعمل حلقه مع مرموش، اللي هو اصلا طب من سنه كنت فين، طب من سنتين، طب من 3 سنين كنت فين، واخد بالك؟ لا وايه، هتلاقي الكابشنز بتاع الفيديوهات كلها ده مرموش طلع قريبي، كله ايه. عشان كده انت لازم تنجح. لو انا بتمنى حاجه هي ان احنا كلاعيبه مصريه نكمل على نفس النهج. بصراحه صلاح فتح الباب لناس كتير جدا وقدر يوصل لنا ان يا جماعه ده مش مستحيل، احنا نقدر ننافس على البالون دور عادي. عشان كده انتقال مرموش للسيتي ما كانش بحجم الضجه والضخامه اللي حصلت لما شفنا صلاح في ليفربول. خلاص بقى التايم لاين انك عايز تشوف لعيب عنده 17 سنه في الاهلي يقول لك ايه ده اصل برشلونه عاوزاه، لعيب زي ابراهيم عادل في مش عارف بيراميدز ايه ده اصل ختافي في الدوري الاسباني عاوزه. وصلنا لمرحله ان الموضوع بقى سهل، وده بيشكر عليه واحد زي صلاح بصراحه، ان هو حسسك ان الموضوع عادي لكنه مش عادي جدا، بس نقدر نبني عليه. خاصه وان احنا عندنا القماشه، كل اللعيبه طالعه من الدوري المصري من فرق عاديه جدا، لاكاديميات بره لاكاديميات جوه، فنقدر نقدر. عشان كده بتمنى ان احنا نكمل. اخر حاجه بتمناها ان يا ريت احنا كمان نعيش لحظه من لحظات النجاح اللي الواحد بيبقى نفسه يحققها. احساس انك تحقق حاجه كان نفسك فيها وبتحلم بيها، ده جميل جدا، اتمنى كلنا نعيشه.